احنا مش في الدوري الانجليزي. تعليق ناري من ابو تريكة على ازمة اسعار تذاكر مباراة بيراميدز والاهلي. بس الاول يا اهلاوي يا عظيم اعمل اللايك دعما لكلام محمد ابو تريكة علشان هنسمع كلامه المحترم في موضوع زيادة تذاكر على النادي الاهلي وجماهيره. اللايك ويلا بينا نسمع كلام تريكة. علق محمد ابو تريكة نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر على ازمه اسعار تذاكر مباراه بيراميدز والاهلي في بطوله الدوري، مشددا على ضروره وضع سقف لاسعار تذاكر المباريات في الموسم الجديد. وقال ابو تريكة: انا شفت اللي حصل في ازمه اسعار تذاكر مباراه بيراميدز والاهلي، وان في جيم نفسي حاول بيراميدز يلعبه مع النادي الاهلي. واشار تريكة: بيراميدز شايف ان الاهلي هو المنافس بتاعه فحاول يضايق على الاهلي ورفع سعر التذاكر ظنا منه لامرين: الاول هو انه جمهور الاهلي مش هيجي يبقى حرم الاهلي من جماهيره، او لو الجمهور حضر يبقى كسب وعملت فلوس من التذاكر. واضاف تريكة في تصريحاته ان الناحية الثانية كان في جيم اداري من النادي الاهلي العملاق، ورد وقال: انا هتحمل فارق التكلفة للجماهير العظيمة. وتابع تريكة: الكرة حلوة، وزي ما في كرة حلوة في الملعب بيكون في جيم تاني من الناحية الإدارية. أنا عجبني الجيم الإداري جدا بتاع بيراميدز، بيدور على حقه والأهلي رد عليه. وأكد تريكة: أخشى ما أخشاه تبقى دي العادة، والعادة دي مش هتمشي معانا كجمهور محب للكورة في ظل الظروف المادية، ويبقى كل نادي مش جماهيري يحب يضايق الأندية الجماهيرية ويعلي سعر التذاكر. وشدد تريكة: أنا بقول لك الموضوع هيبقى كده في المستقبل، واللي حصل ده هيبقى مستند للأحداث دي، واللي هيتفرم في النص هو الأندية الأقل جماهير من الأهلي. واختتم تريكة: لازم يبقى في تدخل وقعدة بوضع شكل معين للتذاكر، واحنا مش بنلعب في الدوري الانجليزي علشان التذاكر تبقى غالية كده، ولازم الرابطة تقعد مع الناس ويكون هناك اتفاق على مسألة اسعار التذاكر، ويكون في سقف معين لاسعار التذاكر.